قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. كيما راكم تشوفوا حنا في الصيف مع التحواس مع البحر، ما كانش مملحات، ما كانش وصفات، ما كانش حلويات. اليوم ان شاء الله راح نديكم معايا في جولة نتعرفوا على واحد الضريح الملكي الموريتاني المتواجد بتيبازا. فوالا هذا هو الضريح الموريتاني المتواجد في تيبازا. نتعرفوا شوي على هذا الضريح. هو ضريح ملكي موريتاني، هو احد المعالم التاريخيه. هذا الضريح هذا ولا نقدروا نقولوا قبر الروميه، هو المعروف بقبر الروميه ولا ضريح كليوباترا. هذا كيما راهم يحكيو روايات بزاف، كل روايه تحكي زي فوالا. كيما راكم تشوفوا هذه اللوحه هذه هو يعني راح يعطيك يعني او نبذه على هذا الضريح هذا، تعريف على هذا الضريح وكيفاش تبنى، ويعني الهندسه المعماريه نتاعو كيفاه بناوه، وقداش من باب عنده. كيما هذا عنده 4 بوابه، كاينه بوابه الشرقيه وبوابه الغربيه وبوابه الجنوبيه، المهم والبوابه الشماليه. وكان عنده واحد الباب يعني كان مفتوح دوكا مغلقوه، ما على باليش علاه. المهم فوالا هذا الضريح هذا. وهنا القصة تقول أن القصر هذا كان مهر زواج الملك كيوبا الثاني من كليوباترا سيليني بنت كليوباترا ملكة مصر، وشرطت عليه كليوباترا باش يبني لها هذا القصر هذا كيما البناءات ولا الأهرام المصرية، ولبى لها الطلب وبنى لها هذاك القصر هذاك كي الأهرام بعد. وتلمو يعني كان يعشقها، يا زوجته كان يعشقها بزاف، حتى كي ماتت سما دارها في هذا، دار لها الضريح هذا كي مات بعد كيما نقولوا حنا دفنها في هذا القصر هذا بعد، وقعد حزن عليها حتى توفى حتى هو ودفن حداها. هذه هي القصة يعني نتاع هذا الضريح هذا، الضريح الملكي الموريتاني. وفي الاخير جينا مروحين كيما راكم تشوفوا هنا. ولينا حبسنا في تيبازا، تعشينا، دخلنا لواحد المطعم يعني نظيف، وحتى يعني الاسعار تاعو يعني معقولة. تعشينا وروحنا. فوالا هذه هي الجولة تاعنا، وانا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير ان شاء الله في جولات اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظكم، والسلام عليكم.